الرحمن الرحيم. صراحة تنحيو الموقع ديال كابريس اللي تحنا الفرصة بهذه المناسبة ديال اليوم العالمي لفاتح ماي، يوم أممي لتحتفل به الشغيلة المغربية كسائر الشغيلة على المستوى العالمي، وكنعتبروها محطة. صراحة حنا في الاتحاد الوطني الشمالي كنعتبروها محطة أساسية للتذكير بأن هناك الطبقة العاملة بالمغرب عندها متطلبات، عندها حقوق، عندها مكتسبات لا بد أن تذكر بها وتحافظ عليها. حنا الحمد لله اليوم تحتفلوا بشعار جديد، شعار ديال الحقوق بنضالنا نحميها والإصلاحات بوعينا نحافظ عليها. هذا الشعار اللي صراحة تحمل من طياته مجموعة من الإشارات التي نريد أن نذكر بها. من هذه الإشارات أننا كاتحاد وطني للشغل المغرب ماضون وملتزمون بدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بكل مسؤولية وبكل قوة وبكل نضالية. وكذلك نحن ملتزمون في إطار مع حلفائنا الاستراتيجيين في الدفاع وفي الحفاظ على الإصلاحات والتجربة المغربية في إطار التي تسمى الإصلاح في ظل الاستقرار. سنحافظ عليها بطبيعة الحال بما أوتينا من قوة لمصلحة الشعب المغربي، لمصلحة الطبقة العاملة، لأننا نعتبر هذه مسؤولية. نريد المغرب ديالنا تكون فيه إصلاحات جوهرية، إصلاحات بنيوية، إصلاحات اللي تضمن واحد المستقبل للمواطن المغربي وقبل منه كذلك الشغيلة والطبقة العاملة على السواء في ظل الاستقرار، في ظل العدالة الاجتماعية تنطمحوا لها جميعا، وفي ظل واحد المغرب اللي تنطمحوا ليه جميعا نعيشوا فيه المغاربة متعين بالكرامة ديالهم، بالعدالة الاجتماعية وكاينه الحقوق ديالهم كاملة، وكذلك في مواجهة صارمة للفساد والاستبداد. سنبقى نواجهه بطبيعة الحال بنضالنا المستميت. وشكرا. تحية الصمود لكل المناضلات الشريفات والمناضلين الشرفاء. تحية الفيدرالية الديمقراطية للمرأة عموما وللوحدة الفيدرالية خصوصا. تحية التضامن لأخواتنا الأمازيغيات. هذا اليوم تحية الفيدرالية الديمقراطية في ظل وضع اجتماعي متردد تغلب عليه السياسات التعسفية وسياسة الهروب إلى الأمام، الزيادة في الأسعار، الزيادة في أسعار الطرقات، وارتفاع درجة الارتفاع من أجور الموظفين بدون حق إلى قانون. في هذا الإطار الفيدرالية الديمقراطية تقول اليوم بأنها متواجدة للتصدي لجميع المستهدفات الخارجية سواء من طرف الحكومة أو من أي طرف. فاليوم تحيي هذه الفكرة وتحيي معنا الطبقة العاملة رجالا ونساء في جميع مناطق الإقليم هذه الفكرة وتحية. إذا كنشكروا الإخوان ديالنا في كابريس على التغطية ديالهم لحدث فاتح ماي العمالي اللي كتحتفل به الشغيلة ديال الترودات على غرار باقي الإخوان ديالهم في ربع الوطن. حنا كذلك كنرفعوا صوتنا بالاحتجاج على الأوضاع ديال الشعب المغربي اللي هي أوضاع مزرية، وكنطلبوا الحكومة والمسؤولين كذلك باش يكبوا على الحوار جدي مسؤول ويكون حل الساكنه ديال الاقليم والشغيله ديالو عموما. وشكرا.
الحوار مسألة التعسف وانعكاسها على الشراء ديال العمال، وهذا الانعكاس الخطير كينعكس على الاوضاع ديال الطبقه العامله. ومن بين الاسباب هذه الحكومه خلات على بعد المتطلبات ديال الحكومات الاخرين بينها 2011 بدات تجري تشجيع الشويه ديال الباترونه وعلى بناء بدا كتفعل الهجوم على الحريات المذهبيه. وتنطالبوا هذه السنه درنا بها باش هذه الحكومه تحبس توقف او لا الغاء ذاك الفصل ديال 288 اللي كتاخذوا الباترونه ذريعه من اجل